مرحبا بكم في قناتكم دي زد أخبار 24. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد. قبضت السلطات الأمنية الجزائرية على ملكة جمال إفريقيا السابقة والمدعوة وحيدة قروج بتهمة حيازة والمتاجرة بالمخدرات. وتداولت وسائل الإعلام الجزائرية القبض على ملكة الجمال الجزائرية في ليلة رأس السنة، وذلك بعد اقتحام السلطات منزل وحيدة وعثورهم على كمية كبيرة من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين، إلى جانب وجود مبالغ ضئيلة في داخل قلب بيتها. وألقيت ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة إلى السجن الاحتياطي برفقة رضيعها الذي يبلغ من العمر 7 أشهر. أما السلطات الجزائرية تباشر في البحث عن زوج وحيدة قروج الذي فر هاربا عندما علم باقتحام الشرطة لمنزلهم، بالإضافة أن لديه سوابق قضائية بتهمة المتاجرة في المخدرات. وفي رد غير منتظر من نميديا للزول قائلة: ربي يطلق الصراحة، حاجة مشي سهلة الحبس، ما يحس بالجمرة غير لكواتو. يجدر بالذكر أن نميديا للزول غائبة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ فترة دخولها للسجن والخروج منه قرابة سنة، وهي عادت يوم رأس السنة كاتبة قريبا. هذا ما يدل على أن للزول قريبا ستفاجئ جمهورها الذي ينتظرها.